عمرك وانت بتاكل مكسرات عادي كده زي اللوز والبندق وعين الجمل، فكرت اكتشفوها امتى وتاريخها ايه؟ في الفيديو ده هنحاول نعرف اكتر عن المكسرات وتاريخ اكتشافها. في ولاية تكساس في امريكا لقى علماء الاثار خلال ابحاثهم وحفرياتهم قشر مكسرات جنب جثة اثرية اكتشفوها، وبيرجع تاريخها لسنة 6000 قبل الميلاد. وفي العراق تم اكتشاف أدلة على استهلاك المكسرات بيرجع تاريخها ل50 ألف سنة قبل الميلاد. وفي أثناء ما كان علماء بيعملوا أبحاث وحفريات في فلسطين لقوا بقايا 7 أنواع مكسرات ومجموعة من الكسرات اللي كانت بتستخدم لفتح المكسرات وتكسير قشرتها، وبيقدروا عمرها بحوالي 780 ألف سنة. الكسرات دي كانت عبارة عن حجرين، واحد بيتحط تحت وفوقيه المكسرات، والتاني بيستخدم زي مطرقة بيتخبط بيه على قشرة المكسرات لحد ما تتفتح، وشكلها مشابه تماما لكسرات تانية لقوها العلماء بتعود لسنة 4000 إلى 8000 قبل الميلاد. واضح كده إن المكسرات كانت أكل مشهور وبتتاكل من زمان، وغالبا سبب كده إن المكسرات أكل مريح، يعني مش محتاج إنك تعمله كمين وتصطاده وتتعب نفسك وتتخانق معاه، ولا تقعد تطبخه وتجهزه عشان تاكله. لا، انت بتقشر وتاكل على طول. غير كده حجمها صغير وتقدر تشيلها معاك في اي حتة وتتنقل بيها في السفر براحتك، وتقدر كمان تخزنها لفترات طويلة من غير ما تبوظ. ولأن المكسرات مليانة دهون صحية وبروتينات، ده بيخليها تشبع وتغذي. كمان ليها استخدامات كتير، ممكن تتاكل زي ما هي، ممكن تتعصر ويستخرج منها زيوت، ممكن تتهرس ويتعمل منها زبدة زي زبدة الفول السوداني، ممكن يتعمل منها حليب زي حليب اللوز، أو حتى تطحن ويتعمل منها دقيق. ده خلاها أكل مهم جدا زمان، لدرجة إن اليونانيين والرومان كانوا بيعتبروها طعام الآلهة، وبعد كده بقت مصدر مهم في التجارة بين الشعوب والبلاد. وكان الإنجليز بيستخدموها في نظام المقايضة في تجارتهم مع دول البحر المتوسط. ودول كتير في أوروبا كانت برضو بتستخدم المكسرات في المقايضة زي العملات بالظبط، لأن في حوالي القرن الرابع بعد الميلاد الرومان قدموا المكسرات لمعظم دول أوروبا اللي عرفوها بعد كده، وابتدوا يزرعوها وينتجوها ويتاجروا فيها. في الآخر ممكن نكون ما نعرفش بالظبط المكسرات اكتشفوها ازاي أو امتى، بس اللي متأكدين منه إنها كانت أكل مهم جدا، ومن زمان الإنسان كان بيتغذى عليها وبيستخدمها في حياته.